السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا اليوم العتر اليمني بالحمار. هنا عندنا العتر مع البطاطس. العتر مسلوق لمدة ساعة، بعدها أغلقنا على العتر النار وأضفنا البطاطس لمدة 10 دقائق وأنزلنا. حبة بصل متوسطة مقطعة. هنا الحمار منقوع لمدة 10 دقائق ومصفى. طماطم معصورة، ملعقة من معجون الطماطم، والثوم مع الكمون مهروس. هنا البهارات: ملعقة صغيرة من الكبزرة والكاري والبابريكا والفلفل الأحمر الحار اختياري، وربع ملعقة من الفلفل الأسود والكمون الكاري. من الكركم. ننتقل إلى طريقة التحضير. أضفنا البصل على الزيت ونحركها حتى يحمر البصل. بعد أن ذبل البصل نضيف الثوم والكمون المهروس ونحرك. ثم نضيف معجون الطماطم. نترك الطماطم تتسبك مع البصل والثوم لمدة دقيقة. بعد مرور دقيقة نضيف مع الطماطم المعصورة. نتركها دقيقة إلى دقيقتين تتسبك. بعد مرور دقيقتين نضيف البهارات، ثم نضيف الحمار، منقوع الحمار، ونضيف من ماء سلق العتر، ونتركها تتسبك لمدة 10 دقائق على نار هادية. بعد مرور 10 دقائق نضيف العتر. نضيف الملح ونوقفها لمدة 10 دقائق. وهذه النتيجة النهائية للعتر. طبعا جدا جدا لذيذ. لا تنسوا تجربوا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وبالعافية لي ولكم، وشكرا.